يا أهلاً بيكو. النهاردة هنفك واحدة من أكتر الحاجات اللي بنستخدمها كل يوم ومش بنفكر فيها كتير. إزاي الإنترنت بيوصل فعلاً لحد باب بيتنا؟ الموضوع بيبدأ بسؤال ممكن يبان بسيط. إيه اللي بيحصل جوه الكابلات دي اللي بتوصلنا بالعالم كله؟ يا ترى إيه القصة اللي وراها؟ طيب، دي رحلتنا النهاردة. هنبدأ من الأول خالص ونشوف إزاي الإنترنت كان بيوصلنا عن طريق خط التليفون وبعدين كابل التلفزيون ولحد ما نوصل للمستقبل، الألياف الضوئية، ونشوف في الآخر إيه الأنسب. قبل ما ندخل في التفاصيل، لازم نفهم مصطلح مهم قوي، وهو شبكة الوصول أو الأكسس نتورك. ببساطة شديدة، دي هي الطريق الفعلي اللي بيمشي فيه الإنترنت من الكمبيوتر أو الموبايل بتاعنا ولحد ما يوصل لأول نقطة توزيع رئيسية في الشبكة. هي دي المرحلة الأخيرة من رحلة الإنترنت الطويلة لحد ما يوصل عندنا. طيب، خلونا نرجع بالزمن شوية لأول حل عبقري. حل استخدم حاجة كانت موجودة فعلاً في كل بيت تقريباً: خط التليفون، ال DSL أو خط المشترك الرقمي. الفكرة دي كانت ثورية في وقتها. ليه؟ لأنها ببساطة قدرت تحول سلك التليفون النحاس القديم اللي كان مخصص للصوت بس لطريق سريع للبيانات الرقمية. الموضوع بسيط جداً. الرحلة بتبدأ من المودم اللي في البيت، وبعدين البيانات بتمشي في سلك التليفون النحاس العادي وتوصل في الآخر لجهاز مهم جداً في السنترال أو المكتب المركزي لشركة الاتصالات. الجهاز ده اسمه DSLAM. ال DSLAM ده هو البطل المجهول في القصة. تخيلوه زي ما يكون مجمع أو منظم مرور ضخم، وظيفته إنه ياخد الإشارات اللي جاية من كل خطوط ال DSL في المنطقة من مئات البيوت وينظمها كلها ويحطها على خط واحد فائق السرعة يوصلها بالإنترنت العالمي. وهنا بقى بتيجي النقطة العبقرية فعلاً. إزاي سلك نحاس واحد يقدر يشيل مكالمات تليفون وإنترنت في نفس الوقت؟ السر كله في تقسيم الترددات. تخيلوا السلك ده طريق سريع، والدي اس ال قسمه لثلاث حارات: حارة للمكالمات الصوتية بتردداتها المنخفضة، وحارة تانية لبيانات الأبلود، وحارة تالتة ودي الأوسع لبيانات الداونلود. وكل ده بيحصل مع بعض في نفس اللحظة على نفس السلك. وعشان حارة الداونلود أكبر بكتير من حارة الأبلود، ده هو السبب اللي بيخلينا نسمي التقنية دي غير متماثلة أو asymmetric. النظام ده كان متصمم على أساس إنه معظم استخدامنا للإنترنت هو تنزيل محتوى زي تصفح المواقع أو مشاهدة الفيديوهات، مش رفع ملفات. طيب، سيبنا من خط التليفون، إيه تاني كان موجود في كل البيوت تقريباً؟ بالظبط، كابل التلفزيون. وده كان هو الحل التاني اللي ظهر. هنا بقى الفكرة مختلفة شوية، اسمها HFC أو هجين الألياف والكابل المحوري. الفكرة إن شركة الكابل بتمد كابلات فايبر سريعة جداً لحد أول الحي أو المنطقة، ومن هناك بتستخدم كابلات التلفزيون المحورية الموجودة أصلاً عشان توصل الخدمة لكل بيت، يعني خليط ذكي بين الجديد والقديم. لكن، وهنا فيه لكن كبيرة ومهمة، نظام الكابل ده ليه طبيعة خاصة جداً، إنه شبكة مشتركة. يعني إيه؟ يعني كل البيوت في منطقتك ممكن يبقوا 500 بيت أو حتى 5000 بيت، كلهم متوصلين بنفس الكابل الرئيسي اللي جاي من نقطة التوزيع. كلهم بيشاركوا نفس الماسورة زي ما بنقول. طيب، ده بيوصلنا لسؤال منطقي جداً. إيه اللي بيحصل لما كل الجيران دول يقرروا يستخدموا الإنترنت في نفس الوقت؟ بالليل مثلاً، لما الكل يرجع من الشغل ويبدأ يتفرج على أفلام أو يلعب أونلاين. بالظبط زي ما هو متوقع، السرعة الإجمالية المتاحة دي بتتقسم على كل الناس اللي بتستخدم الشبكة في اللحظة دي. الموضوع عامل زي ماسورة مياه رئيسية بتخدم عمارة كاملة. لو كل الشقق فتحت الحنفيات على الآخر في نفس الوقت، ضغط المياه هيضعف عند الكل. هو ده أكبر عيب في نظام الكابل. ومن هنا بنوصل بقى للمستقبل، الحل اللي ما اتعملش عشان يستغل بنية تحتية قديمة، لا، ده اتعمل من الصفر عشان يكون مخصص للإنترنت وبس: الألياف الضوئية أو الفايبر. تقنية الفايبر اللي بيوصل للبيت أو FTTH دي مش مجرد تطوير، دي نقلة في عالم تاني خالص. بنتكلم هنا عن سرعات بتوصل ل1 جيجا بت في الثانية وأكتر كمان، يعني سرعات خيالية مقارنة باللي فات. طيب، إزاي الفايبر بيشتغل؟ في طريقتين أساسيتين
الشبكة النشطة أو AON والشبكة السلبية أو PON. الطريقة التانية دي هي الأكثر انتشاراً. ال AON بتستخدم أجهزة ومحولات كهربائية في الشارع عشان توجه الإشارة، لكن ال PON بتعتمد على فكرة أذكى وأبسط. سر البون كله في قطعة صغيرة اسمها المقسم الضوئي أو الأوبتيكال سبليتر. ده جهاز بسيط جدا، مش بيحتاج كهرباء حتى. وظيفته إنه ياخد الإشارة الضوئية اللي جاية في كابل فايبر واحد من السنترال وبكل بساطة ينسخها ويبعتها لعدد من البيوت في نفس الوقت، ممكن 32 بيت أو 64. فكرة عبقرية بتوفر في الكابلات والتكلفة. طيب بعد ما شفنا الثلاث تقنيات دول، ال DSL والكيبل والفايبر، إيه الحكم النهائي؟ مين الأحسن وليه؟ لو بصينا على المقارنة دي هنلخص كل حاجة. ال DSL كان حل ذكي لكن محدود بالمسافة وجودة السلك النحاس. الكابل أو ال HFC قدم سرعات أعلى، لكن مشكلته الكبيرة كانت في إنها شبكة مشتركة، يعني السرعة بتتأثر بالجيران. أما ال FTTH أو الفايبر فده عالم تاني خالص، لأنه بنية تحتية جديدة تماماً بتدينا أعلى سرعات ممكنة ومش بتتأثر تقريباً بعوامل زي المسافة أو عدد المستخدمين بنفس الطريقة. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم للمستقبل. مع اعتمادنا اللي بيزيد كل يوم على الإنترنت في الشغل والتعليم والترفيه، هل توصيل كابل فايبر لكل بيت ما بقاش مجرد تحسين أو رفاهية وبقى ضرورة أساسية زي الكهرباء والمياه؟